الشعر ديال الرجال بحال الميك اب ديال النساء، الا اختاريتي التحسينه المناسبه غادي تبان حسن اكثر ب10 ديال المرات. لذلك في هذا الفيديو غادي نشوفوا احسن تحسينات في 2024 وزيد عليها غادي نشوفوا الحل للمشاكل ديال الشعر اللي كيعانيو منها الدراري او الرجال عامه في الاخر ديال الفيديو، بحال القشره او التساقط ديال الشعر او النشوفيه. فخليك حتى الاخر وما تفوت حتى نقطه. اول حاجه غادي نبداو بها هي الروشي اللي غادي يرد الحياه لشعرك ويبينو زوين اكثر. هي في الحقيقه انك تقدر تكون كدير هذا الروشي ولكن كدير فيه شي اخطاء وكدير فيه شي حوايج اللي كيردوه خايب وكيأثروا عليه. فالحاجه الاولى غسل شعرك يوميا، وحيت انا عارف بلي بزاف ديال الناس كيدوشوا في لاصال، فمنا كيدوشوا منا كيغسلوا شعرهم مزيان وداكشي اللي بغينا. ولكن انتبه لواحد الغلط راه بزاف ديال الناس كيديروه وتا انا كنت كنديرو، هو كتغسل شعرك بالماء السخون بزاف. الماء السخون في لاصال غسل به غير الجسم ديالك، شعرك ما يقيسوش، تتسالي من الجسم ديالك ودير ماء دافي وغسل شعرك. ما كننصحكش انك تبقى تغسل بالماء سخون حيت راه كيفرع الجذور ديال الشعر وكيخرج على الفروه ديال الراس. الحاجه الثانيه هي باش غادي نغسلوا شعرنا بالطبع بالشامبوان، ولكن اللي الناس بزاف ما فاهمينوش هو ان الشامبوان هو سبب المشاكل ديال بزاف ديال الناس، لا من جهه النشوفيه او لا من جهه القشره، حيت كيكثروا الشامبوان اللي فيه مواد كيماويه اللي الا كثرات على الشعر ديالك راه غادي تحيد منه ديك الزيوت الطبيعيه او لا تاع الفروه ديال الراس ديالو، راه غادي تدمر ديك الجدار اللي كاين تما. لذلك الشامبوان ما تكثروش منه، مره او جوج مرات في السيمانه الا كثرتي. زائد بغيت انك تجرب هذه المره شي شامبوان اللي غالي شي شويه اللي ما يكونوش فيه مواد كيماويه، راه كاينين بزاف غير هما كيكونوا غاليين، سير بارا فارماسي راك غادي تلقاهم. الحاجه الثالثه في روتين العنايه بالشعر هي الديميلور. دير الديميلور مره واحده او جوج مرات في السيمانه، حتى هو ما يكونش فيه مواد اللي كيماويه. البلسم غادي يخلي الشعر ديالك لامع ورطب ولكن ما تكثرش منه. غادي ندوزو للمشكله اللي محمقه الناس وكتمحمقاني حتى انا، واللي هي القشره. اول حاجه غادي نجيك من الاخر، ديك الشامبونات كاملين اللي كتشوف في الاشارات والله لا حيدوا لك القشره، بحال هذا شولدرز او لا كلير وزيد عليها الناس اللي كيديروا الطربوش او لا كاسكيت بزاف، فرا القشره اللي في شعرك بسببهم. والحل بسيط، غادي تمشي عند اقرب بارا فارماسي، غادي تاخذ شامبوان اللي مصاوب بالماده ديال الكيتوكونازول وتا هو ديرو جوج مرات في السيمانه، وكون اكيد ما غاديش تبقى فيك شي حاجه سميتها القشره. وإلا بقات فيك فغادي ننصحك بواحد الحل اللي ما جربتوش شخصيا ولكن كلشي كيهضر عليه، واللي هو الحامض والمدافي. دير الحامض والمدافي في شعرك مزيان قبل ما تدوش بشي نص ساعه ودخل دوش، داوم عليها، ديرها كل يومين وغادي تشوف حتى هي نتيجه ان شاء الله. المشكل الثاني هو النشوفيه ديال الشعر، وهذا المشكل عنده بزاف ديال الحلول الصراحه، واللي من بيناتهم راه ذكرناهم قبيله. ما تستعملش شامبون بزاف ديال المرات، ما يكونوش فيه مواد كيماويه، شعرك ما تغسلوش بالماء اللي يكون سخون بزاف، هادشي كامل كيؤدي للنشوفيه ديال الشعر. ولكن كاين شي ناس واخا يتفاداو هادشي كامل فشعرهم كيبقى ناعش، فكنصحك انك دير زيوت، مثلا الزيت ديال اللوز. فكاين بزاف ديال الزيوت الصراحه، انا ما غاديش نقدر ننصحك بشي واحد، انت اختار اللي بغيتي، ديرو قبل ما تنعس وخلي شعرك يتغدى على ديك الزيت، وفي الصباح غسل شعرك مزيان. زائد واحد الحاجه اللي تنتبهوا ليها وهي الماء. الماء مهم بزاف، لا من جهه البشره ديالك لا من الشعر لا كلشي. شرب الماء مزيان باش يستافدوا الاعضاء كاملين من الماء وما يكونش جفاف. من جهه ديال التحسينات غادي يكون فيديو ان شاء الله غير عليهم، غادي نناقشوا فيه احسن التحسينات والتحسينات اللي ترند في 2024، ولكن غادي نشوفوا دغيا التحسين اللي تقدر تضرب في 2024. واول وحده واللي هي الباسكات، تحسينه رجاليه وما كتموتش، يعني 2023 2022 حتى 2024 مازال خدامه هاد التحسينه وغتجي معاك سواء كبير في اللاج او لا صغير. التحسينه الثانيه اللو فيد، سواء شعرك رطب او لا حرج او لا اللي كان غادي تجي معاك احسن تحسينه بالنسبه ليا، وكنصحك تجربها اكثر الا كان عمرك بين 13 عام و 26 عام. مودرن موني، تحسينه اللي ترند بزاف هاد الايام وكلشي دايرها وصراحه زوينه، واكثر الا كان عندك الشعر كورلي او لوي في واحد شويه غادي تجيك هربانه كتبقى غير في الكوافور واش غادي يصرعها ليك ولا لا. ميدل بارت، الا كان شعرك رطب وطويل كنصحك دير هاد التحسينه، كتجي واعره بزاف وبزاف ديال الناس ما كرهوش يديروها، ولكن للاسف شعرهم ما كيناسبش هاد التحسينه.